ايوه رجعنا احنا من المنبذ بعد المنبذ. مشي جنبهم شوية. سلام يا رجال، سلام يا رجال. السلام عليكم. قضي حاجتك. يلا قرب عند الجماعة. هلا عمر، يا عمر قضي حاجتك. شوفوا انشروا المقطع هذا. هؤلاء خير من يمثلوا اليمن. هؤلاء جايين من اليمن يا شباب فوق الدراجات. هلا عمار، قضي حاجتك. عمار ولا عمار حياك ربي يعينك يا خير من يمثل اليمن واليمنيين. حبيبي شهر كامل صح؟ شهر و8 أيام يا جماعة وهم بالسياكل. 38 يوم وهم كما تشاهدون معي في البث تقريبا بيوصلوا 1000. الأخ عمار الله يبارك فيك، إن شاء الله عاد نوصل مكان معين ناخذ معاكم كذا مقتطفات. أيوه الله يفتح عليك. عمرو ما شاء الله، عمرو صح؟ بيدعاس ما شاء الله بيتعب أخوه. والنعم. حيا بالراعي. الآن وصلوا من اليمن شهر و10 أيام، شهر و8 أيام. حيا أبو عمرو حيا. أيوه والنعم. حيا يا حي من جانا ويا زينة من جيه. والنعم بأبناء اليمن. شرق وغرب عقل وقلبك كل الفرحة. أيوة الرحالة الجميلين والرائعين عمر وعمار. احنا حنغطي لكم اول باول. وصلوا بعد شهر و8 أيام وهم بالسياكل جايين من اليمن لحضور هذه الفعاليات. هذا تسمى رحلة السلام. لا يحسبها البعض يقول لك ليش بيمشوا هذه المسافات؟ هم بيقطعوا رحلة السلام والمحبة بين الشعوب العربية والإسلامية. نشارك قطر فرحتهم، نشارك القطريين فرحتهم. قطر استطاعت أن تكسب الرهان. بنستمر في التغطية كما تشاهدون. والنعم. البث 1500. أنتم نيتكم حلوة تستاهلوا. شاركوا البث يا شباب، شاركوا البث، يستاهلوا يوصلوا للعالم أجمع. حاملين علم اليمن ولابسين علم اليمن. اليمن قد تمرض لكنها لا تموت. والنعم.
الأستاذ محمد الحميري من محافظة إب، من المقيمين في دولة قطر، ورفقة الزميل عمرو الحواتي. اسمك لعبد نسلم عليهم. هؤلاء المستقبلين من اليمن. تحياتي، حيا بالجميع. 2000 على البث كرمال هؤلاء الرائعين وهؤلاء رجال اليمن في مقدمة الصفوف. حبيبي حياك، اهلا وسهلا، نورت الدوحه يا حبيبي. الله يبارك. واخيرا لقيناك وجلون. انا افدى لك وقضي حاجتك. حيا بالجميع، انا افدى لك. حيا بكم. احنا الان بنلتقي بالمستقبلين ونلتقي بعدين بالشباب. فوز بناسي جميعا. الله يبارك فيك استاذ العزيز. حيا بالغالي، حيا بالجميع، حيا بالغالي. احنا الان في انتظارهم، نعمل معاهم مقابله. حيا وقوة. مرحبا استاذ محمد. حيا 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 بالجميع. قضاء حاجتك. لحظه دقيقه حيا. مقطع وهلا. أنا في بث مباشر نلتقي فيه ونتصور، أنه الآن الكل موجودين هنا، بس نلتقي بالشباب لأنه معي الآن في البث 2000 يعني. يا أستاذ عمرو، واحد يمسك لي الجوال. ما اعرف امسك الجوال. تصوير مباشر بس. ألف مبروك، رفعت راسنا أجمع. حياكم الجماعية. يا أستاذ عمرو، أستاذ طارق، استلم العهدة. التلفون لا لا عاد خليه معي. لا أنا اللي قال. هو المصور الخاص. الكل من قبل شهر و10 أيام يرتقب هذه اللحظة الفارقة، اللحظة التي طال انتظارها. يعني اثنين أخوين رائعين يلعبون لعبة التايكوندو تقريبا، صح؟ وكرة السلة أو الأهلي جمباز. عزموا العزم أنهم يمشوا بالدراجات الهوائية كما تشاهدون إلى قطر. نووا، وإذا الإنسان نوى وعزم العزم بأقل الإمكانيات دون دعم، صح؟ بجهود فردية استطاعوا أن يمشوا بدراجاتهم الهوائية إلى أن وصلوا، رغم الصعوبات وصلوا إلى قطر. يستحقوا مننا كل الحب والاحترام والتقدير والشير والبث لكي نرسل رسائل للعالم. نحن رسل السلام، وهؤلاء اليمنيين صورة المستقبلين يا أستاذ طارق الموجودين معنا، الذين سياراتنا وجبنا واحنا ماشيين تقريبا ساعة، ما بالكم ب30 يوم و10 أيام. حسبناها 2022 كيلو متر لها الدوحة. والنعم. حسبناها. نشتي كلمة في كلمة عشان على يا ابو محمد. جمهورك المتابع الآن. قول يا أستاذ طارق. طبعا اريد ان اشكر جميع الذي دعمونا في دعمنا وتحفيزنا، واشكر الجميع وخالص تحياتي للجميع. والنعم. عمرو صح؟ عمر وعمار. ما تقول يا عمر؟ أقول شكرا لهم على الاستضافة الجميلة هذه، وإن شاء الله يقعدوا رجعنا. جميل يا الحمد لله على السلامة. والله قدم ما شاء الله مركبين عاكس من الشمس. ما شاء الله. العاكس مشوك هذا ما شاء الله. قضاء حاجتكم. الله يحفظهم ويوفقهم. ومعك الان السفير الشيخ. والسفير شخصيا الآن بيطمئن على الاثنين الأخوين، وما زلنا مستمرين ونغطي الفعالية. طبعا الرحلة دامت من يوم 10/10 تقريبا أكتوبر، صح؟ على ما يبدو أنها شهر و10 أيام وهم بهذه السياكل، وأنا بين رافقهم عضلين رجلي ما شاء الله، وهم ما شاء الله يوفقهم. هذا هم حاملين هذا العلم. اليمن قد تمرض لكنها لا تموت. نحن كعرب وكيمنيين سنساند دولة قطر في استضافة هذا الحدث الذي يرفع رأس
العرب أجمع وليس قطر فحسب. وكما تشاهدون هنا جمع من الجالية اليمنية في قطر حضروا بسياراتهم لاستقبال هذين الأخوين، وإن شاء الله ما زالوا يتوافدوا الآن من الجالية اليمنية لاستقبالهم. ارفع الصوت. قدم السيارة. حياك يا أستاذ. الله حياك. حياك. ماذا تقول في مثل هذا الحدث الجميل؟ والله هذا رفعوا راس اليمن والنعم فيهم والله. والنعم. حيا أستاذ تفضل، كلمة لك. في حضور السلام الوطني نقف احتراما وتقديرا للسلام الوطني. يلا يا شباب. أيتها الدنيا نشيدي ردديه وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنعي كلا من ضوء عيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي نلتدي نحن أبناء وأحفاد رجالك سوف نحمي كل ما بين يدينا من جلالك وسيبقى خالد الضوء على كل المسالك كل ذرة في جبالك كل ذرة في رمالك كل أنداء بلالك ومن الجميلة حقنا يا من أمجاد العابد المثيرة رددي أياتها الدنيا نشيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي وحدتي يا نسيد رائعا يملأ نفسي أنت عهد عالق في كل قمة رايتي يا نسيدا حبته من كل شمس اخلدي خفيقة في كل قمة أمتي امنحيني الباس يا مصدر بأسي واظلمي لك يا أكرم أمة عشت إيماني وحبي أمية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض دربي عرمانية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. والنعم باليمن وأبناء اليمن وأهل اليمن، والنعم بدوحة العز والكرامة قطر التي استضافت هذين الأخوين. وإن شاء الله نحن في الطريق إلى كورنيش الدوحة، لأنه لا بيستفسروا اليمنيين ساحة الأعلام أو ساحة العد التنازلي. أيوة الأخوة الجالية اليمنية الموجودين متواجدين، من أراد الحضور فوق العين وفوق الرأس يستاهلوا مننا الكثير والكثير. كلمة أستاذ العزيز. والله يا أستاذ كمال، أنا أول شيء أشكر هذا الأبطال الله يبارك اللي هم فخر اليمن. إي والله اللي قدروا يوصلوا إلى هذه المرحلة حول 2000 وشوي كيلو. لا يوجد معاهم أبسط الإمكانيات، حتى يعني مغناطيس القدم في الدراجة لا يوجد. حتى الاسفنج مال الكرسي لا يوجد عندهم، يعني اشياء وسائل الراحه حتى رداءة السيكل تعبان جدا، يعني ليست من هذه السياكل الباهظه الثمن، ولا حتى يعني شيء بسيط من سياكل السباق يعني. ومع ذلك بالعزيمه والاصرار، وهذا هو اليمني الاصل. مشكور اخي عمار، جهود يعني تشكر عليها. نشكر كل من ساعدوا على ما قال الأخ عمر ولو بالكلمة، ولكن من خلال هذا الفيديو الذي وصل الآن المشاهدة فيه إلى 3000 في البث لايف الآن، شيروا البث لكي نعطيهم حقهم ومكانتهم
ونكافئهم ولا يعطيهم حقهم اكثر بكثير يعني. لن نستطيع فعلا. لا نستطيع ابدا يعني. انت تتكلم عن 2700 2800 كيلو يعني. اي والله اي والله. السياره يعني اسبوع 3-4 ايام يعني، هو يعني شهر ماشي. وعلى فكره انا تابعتهم ونعادهم في المنفذ، والله عانوا في اثناء رحلتهم، ما كانت بها تلك السهوله. جلسوا في منفذ في اليمن تقريبا لفتره، صح يا عمار؟ وعلى كل حال ان شاء الله بعد المعاناه ان شاء الله الامل يتجدد، والان بيسمعونا المعنيين بالامر في اليمن وفي قطر ان شاء الله نعطيكم حقكم. تحياتي لكل من معنا في البث. المحطة الثانية إن شاء الله بتكون عند ساعة العد التنازلي. بس بيتحدد الوعد بيكون على حسب وصولهم، لأنه بيمشوا بالسياكل. يعني الآن ما بتحددوا شو عمر ركبته توجع فشوي. شوفوا الآن وصلنا الأخ عمرو شوية رجله تعبانة ركبته، فاحتمال نحن نأخر. رزق الحيدري وبيحدد الأستاذ رزق إن شاء الله احنا بنحدد لهم في منشود قادم متى يكون ساحة العد التنازلي. إن شاء الله ساحة العد التنازلي، بس الوقت بنحدده على بال ما يوصلوا الدوحة. على بال ما يوصل الدوحة. 9 أشهر. كلمة أخيرة أخي عمار. والله شكرا ما قصرتوا معنا جميعا المتابعين في البث وفي كل القنوات، واللي احنا تحت الجسر عادي ولا ترجع اعتذر من الجميع اللي ما بنرد عليهم، والله احنا في الطريق مسافرين نوصل والشروق. احنا وقفناهم على فكرة في الظلال هنا قسطا من الراحة ولكي نوصل الرسالة للجميع. كلمة أخيرة يود أحد أن يقولها؟ يتفضلوا. بنمشي الجميع جميعا. والنعم. على بركة الله. والله يعطيهم العافية، ونتمنى من السفارة اليمنية في الدوحة جميل بسعادة السفير راجح بادي الشاب الطموح أن يستضيفهم خلال مدة إقامتهم هنا في الدوحة في أي مجال، صح. في أي مكان. وكما قال وزير الخارجية أيضا كأس العالم في قطر ليس ملك لقطر وحدها، بل ملك للعرب كامل. العرب جميع كابتن عمار خير من مثل اليمنيين اي والله في الحضور في العرب دول. إذا فرصة سعيدة للجميع. تفضل أستاذي. هذا إثبات للرياضة اليمنية. اي والله جميل. قوة عزيمة، عندنا مواهب، عندنا كثير من اللاعبين مظلومين، لكن هذا العزيمة والإصرار اللي أدته من اليمن لهنا ب 1800 كيلو 2800 كيلو تثبت أن اليمني عنده إصرار. علمونا الكثير والكثير فعلا، وعنده روح رياضية، ويجب من الوزارات والمسؤولين على الرياضة الاهتمام بالشباب اليمني زي ما أثبت أمس اليافعي. هذا أي والله أولاد العنسي أثبتوا اليوم انهم الى جانب اليافعي انهم بيمثلوا الجمهوريه اليمنيه في قطر في كاس العالم، فشكرا لهم. وان الرياضه تمشي في دمائنا. أكيد. ونحن رسل سلام ومحبه للعالم اجمع ولليمن بشكل خاص. تحياتنا للجميع وتحياتنا لك وتحياتنا للحاضرين. جميل. الذي اتوا من الدوحه لاستقبال هؤلاء الابطال. اكثر من 120 كيلو تقريبا. والاهتمام بهذه الفعاليه، وشكرا لكم. إذا لا نطيل عليكم، المشكلة البث في تزايد، ولكن الأخ عمار يريد أن يستمر وما نأخرش الناس. شيروا البث وشاركوه، أقل ما يمكن أن نقدم أن نحن نشارك البث هذا يوصل للجميع. هذا الاستقبال يليق بهم، وما زال ينتظرهم استقبال أفضل وأقوى. تحياتي لكم محدثكم كمال طماح، في أمان الله. حبيبي تضيع حاجتكم انا ابدالكم خاطركم. احب النبي صلى عليه. هذا طبعا صاحب مطاعم الشيباني اكرمك الله. وشوفوا قلنا لكم الشعب اليمني طيب. هذا عبادر وهذا عبادر وهذا عبادر. بننتقد صورة الكارية في امان.